السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن الابستراكت. تمام. النهارده هنتكلم عن حاجة اسمها الانترفيس. لو انت فهمت درس الابستراكت يبقى انت يعتبر فاهم الدرس ده، ولو انت ما فهمتش الدرس اللي فات تقدر تسيب اي اسئلة بخصوصه. طيب ايه بقى الفرق ما بينه؟ بص، شايف كده اللي هو public abstract class card ده؟ هنيجي كده نكتب انترفيس. هو ده الفرق بس كده، مفيش اي حاجة. طيب ايه لازمته؟ عندنا بس فروقات بسيطه جدا. اول حاجه، اللي انا مثلا اللي ان الانترفيس ما ينفعش احط فيه ميثود عاديه. وضح كلامك اكتر. لو جيت مثلا اعمل فويد وخليناها مثلا كار كلر، تمام. لو جيت عملت كده وجيت اديت للميثود دي بادي، هيقول لي غلط. ليه بقى؟ تعالوا كده نشوف الايرور. بيقول لي ايه؟ interface abstract methods cannot have a body. يعني اللي ان الابستراكت ما ينفعش يكون ليه body. تمام. يعني ما اقدرش ان انا احط فيه ميثود ببادي. كل الميثودز بتبقى من النوع ده. فلو جيت انا شلت البادي بتاع الميثود، تمام كده مش هتصح. دي اول نقطه. النقطه الثانيه مثلا لو جينا نشوف الابستراكت كده، تعالوا نرجع ابستراكت تاني. اهو الابستراكت كنت اقدر احط فيه ميثود ببادي عادي. void مثلا run quick اهي. الابستراكت قبل، اما الانترفيس ما بيقبلش. لو جيت اخليها انترفيس تاني اهي ما بيقبلش. طيب امتى استخدم الابستراكت في البرنامج بتاعي وامتى استخدم الانترفيس؟ بص، انا ممكن اديك مثال باستخدام الانترفيس. حاجه زي مثلا التعريفات. تمام. يعني لو انت مثلا بتشتغل على حاجه فيها تعريفات كاميرا، مثلا تعريفات بيبقى في انترفيس خاص بتركب كاميرا خاص بالكاميرا، تمام، وكل الميثودز بتاعتها، وباقي الكلاسات بتاخد نفس الميثودز علشان بحيث ان هي تشتغل مع باقي الاجهزه. انا عارف ان المثال ممكن ما يكونش واضح، بس هي يعني ايه، دي هتوضح لك اكتر لما تشتغل مشاريع كتير وكده يعني. بس باختصار شديد جدا اللي مطلوب منك تعرفه دلوقتي، اللي ان الانترفيس الفرق ما بينه وبين الابستراكت ايه؟ اللي ان الانترفيس لازم في كل الميثود تكون فيه ابستراكت. ما ينفعش ان انا احط فيه ميثود عاديه ببادي. وممكن استغنى عن كلمه ابستراكت دي خلاص عادي، ما دام هو مش شرط ان انا احطها. هنيجي مثلا هنا في كلاس بي ام دبليو، مديني ايرور هنا convert extends. هنلاقي هنا بستخدم بس implement scar. بس كده. دي كانت ايرورز بسيطه ظاهره لينا. وببدا ان انا اعمل تيست تاني وران. اهو جاب لي سرعه العربيه 200 كيلو في الثانيه. يبقى تاني ده انترفيس. اي ميثود تانية احطها، لو جيت مثلا احط ميثود تانية زي void وخليناها مثلا الميثود دي color car مثلا يعني. طبعا خلاص عرفنا لان اي حاجه احطها هتبقى ايرور. هنيجي هنا هنلاقي ايرور ظهر لنا اهو. هيقول لي ايه؟ امبلمنت للميثود اهي. شايف اهي عمل امبلمنت للميثود اللي هي color car. ونيجي بقى نحطها مثلا لان هو يبقى ريد. ونرن. نعمل بس نستدعي الميثود دي ايه دوت اهي. جاب لي لان هي سرعتها دي، واللي ان اللون بتاعها ريد. فتاني الانترفيس لازم كل الميثودز اللي تكون فيه ابستراكت. لو جيت احط فيه ميثود ببادي غلط. انت برضو بالمناسبه لما تيجي انك مثلا تشتغل في شركه او كده يعني، المانجر بتاعك بيقوم جاي مديك مثلا الانترفيس يجيب لك فيه الميثود، وانت بقى في كلاس تاني بتقوم انت جاي مورثه وتبدا اللي انت تشتغل على الميثود دي. بيقول لك تعمل فيها 1 2 3 وكده يعني. فالانترفيس برضو حلوه جدا في هندسه البرمجيات. اللي عنده اي سؤال بخصوص الانترفيس يسيبه. اتمنى اكون افدتكم في الدرس ده وفهمتوا كويس الفرق ما بين الانترفيس والابستراكت. تاني الفرق بسيط جدا، اللي الابستراكت تقدر اللي انت تحط فيه ميثود ببادي، الانترفيس لا. ودي بيكون لها استخدام وده هيكون لها استخدام، هتعرفوا اكتر واحنا شغالين في مشاريع قدام. اشوفكم الدرس القادم ومع السلامه.